قصة عماد ديالو هي واحدة من أجمل القصص اللي حصلت في كرة القدم. عماد اتولد في ساحل العاج في منطقة معدومة تماما، وعاش طفولته كلها بدون والدته اللي فارقت الحياة، وتربى على يد زوجة والده. موهبة عماد الكبيرة في الكورة خلت وكيل أعمال في ساحل العاج يلعب في الأوراق بتاعته ويكتب فيها إنه والده عشان يسافروا معاه إيطاليا ويبدأ يعرضه على الأندية. عماد راح إيطاليا وقدر يجذب عيون كشافين نادي أتلانتا اللي فورا ضموه للأكاديمية بتاعتهم، ومن بعدها اتصعد للفريق الأول في سبتمبر 2020. عماد ملحقش يكمل في أتلانتا غير 4 شهور فقط لأن مانشستر يونايتد مستناش وقرر يتعاقد معاه، ودفعوا فيه 21 مليون مع 20 مليون مكافآت، يعني دفعوا فيه 41 مليون، وهو أصلا ما كانش لاعب حاجة مع أتلانتا. عماد دي موهبته تهمشت من مانشستر يونايتد وقضاها إعارات لرينجرز وساندرلاند لمدة 1.5 سنة لحد ما رجع لليونايتد تاني في صيف 2023. تنهاج مدرب مانشستر للأسف جعل مكان مداهي ديالو على الدكة، لدرجة إنه لعب 3 مباريات فقط كأساسي. في الدوري قدر يساهم فيهم بهدفين عشان يجي روبن أموريم وينصف عماد ديالو أخيرا ويخليه الجناح الأول لمانشستر على حساب أسماء زي راشفورد وغارناتشو وأنتوني أبو. 100 مليون استرليني. لك أن تتخيل بقى إن عماد هو أكتر لاعب ساهم بأهداف مع أموريم لحد دلوقتي ب8 أهداف، سجل 3 وصنع 5، وهو أفضل لاعب هجومي في مانشستر يونايتد حاليا. مش بس كده، ده سجل أهداف قصاد فرق كبيرة بحجم ليفربول ومانشستر سيتي، وبسبب أهدافه مانشستر يونايتد كسبوا 4 نقاط من قلب ملاعب صعبة زي الاتحاد وانفيلد. أجمل حاجة بقى في عماد ديالو هو الاحتفال بتاعه، لا بيتزحلق على الأرض ولا بيعمل شقلبات في الهواء، لا ده بيعمل أجمل احتفال في الدنيا، بيشاور على الله خالق الدنيا كلها، ودايما بيقول على أي حاجة جميلة بتحصله إنه دائما من فضل الله. عماد ديالو هو مثال ناجح للشخص اللي مدرك قيمة عمل ربنا في حياته. عماد ديالو بعمر 22 عاما و189 يوما يصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد يسجل هاتريك بعد واين روني، وهذه إحصائية كبيرة بلاعب صغير بحجم مود ديالو. إذا أعجبتك القصة لا تنسي الإعجاب والاشتراك في القناة، وأخبرنا أي قصة لاعب تريد أن تسمع عنها.